السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال؟ شايفين الطعامة؟ شكل وريحة ومنظر يجنن وطعم يجنن. يا سلام عليها مع كوباية شاي بلبن الصبح. شايفين هشة من جوه وجميلة ازاي؟ هنعمل النهاردة احلى بسكوتة ممكن تاكليها، احلى من المحلات. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. نسمي الله ونبدأ. المقادير بتاعتنا: كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية سكر بودرة، وعليهم نص كوباية من السمنة، بيضة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ورشة فانيليا. في أحلى من كده؟ مكونات في منتهى الجمال، وحاجة كده موجودة في البيت. مش هنجيب حاجة من بره خالص، وهتعملي بسكوتة والله العظيم جميلة جدا في منتهى الجمال. ادي يا ست الكل هنبدأ نعمل المقادير بتاعتنا بالخطوات دي. اول حاجة هنكسر البيضة في بولة كده اللي هنبدأ فيها شغل ان شاء الله، ونحط عليها كيس الفانيليا عشان الزفارة بتاعت البيض، وكمان هنضيف عليها نص كوباية السمنة. هنقلب الكلام ده كله لحد اما البيضة تختفي تماما. انا بصراحة ما كنتش بعمل البسكوت، يعني الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش بعملها من المخبوزات البسكوت. مش ما كنتش بعرف اعمله لحد ما حصلت على الطريقة دي. بصراحة حبيت اشاركها معاكم لان انا انبهرت بيها وفرحانة بيها جدا. الولاد عندي فرحانين بيها جدا جدا. دايما كان ابني يطلب البسكوت. انتوا عارفين الولاد الصغيرة بتحبه مع الشاي بلبن، بتحب كده قدام التلفزيون تقعد تاكله. فكنت بصراحة بشتريه، بس لما عملتها تحفة والله العظيم جميل جدا. زي ما انت شايفة كده قلبنا السمنة مع السكر مع البيضة ورشة الفانيليا عشان الزفارة بتاعت البيض. طبعا في البداية كوبايتين الدقيق نخلتهم وحطيت عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، ما كترش علشان البسكوتة ما تفرش. هنفضل بقى نضيف الدقيق بتاعنا ده بالمعلقة كده. وانتوا عارفين دايما النواعم والحاجات دي ما بتحبش العجن، يعني بنبسها بس. زي ما انت شايفة كده انا مش بعجن، ببسها فقط لا غير. شايفين العجينة حلوة وجميلة ازاي؟ ولا مشققة ولا حاجة، في منتهى الجمال. لا والاخطر من كده مش محتاجة مكنة، هعملها بالقمع كده على طول. ده القمع العادي، بصي زي ما انت شايفة كده، ده القمع بتاع البسكوت. وهحط العجينة فيها وبصباعي هشكلها، هضغط عليها وهبدأ انزلها في الصاج. طبعا زي ما قلت لكم انا اول مرة اعملها، هنفضل بقى كده معاها بالراحة. طبعا اول مرة غير لما تبقي متمكنة. بصي كده هتبدأ بقى تشتغل معايا كده، وما تقلقيش من التشققات دي ولا اي حاجة. بالسكينة او بايديكي هترجعيها وتظبطيها وهتبقى زي الفل. البسكوتة بتتحرك معاكي وفي منتهى الجمال. طب بصي التقطيع، تقطيعة سهلة وجميلة، والصباع على قد العجينة اللي انت بتضخيها كده في القمع. هتظبطي بقى زي ما انت شايفة بايدك كده او بالسكينة، وهترصيهم جنب بعض. بتتحرك معاكي بسهولة جدا. شايفة؟ اضغط عليها من فوق تنزل بالشكل اللي انا عايزاه. هرص الصاج كله وهبدأ ادخله في فرن على 160 10 دقايق، وهتطلع معاكي احلى بسكوتة. لو لقيتيها خدت اللون بتاعها من تحت ولسه من فوق محتاجة انك انت تديها لون شوية، ممكن تفتحي عليها الشواية. بس انا بصراحة ما فتحتش عليها الشواية، يعني طلعت معايا في منتهى الجمال زي ما انت شايفة كده من غير شواية. جميلة جميلة جميلة، مقرمشة وبتدوب في البق وحاجة كده من الآخر. ولا محلات ولا غيره، هتعمليها في البيت مش هتبطلي تعمليها. انا متأكدة بعد الفيديو ده ان شاء الله هتقومي تعمليها على طول وتكتبي لي في الكومنتات
ايه رأيك فيها؟ بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.